ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم الفول المدمس. طعمه احلى من بتاع المطاعم، لونه فاتح وجميل وريحته تجنن. نقدر نعمل منه كمية ونكيسها ونحطها في الفريزر تقعد معانا لحد 3 شهور. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجة هنجيب اي كمية احنا عايزينها، لكن انا هنا عملت نص كيلو، وانتي لو حابة تضاعفي كل الحاجات، لو هتجيبي كيلو يبقى تضاعفي كل المقادير بعد كده. بجيب الفول بتاعي. اما اجي اختار الفول اللي لونه فاتح، في التدميس اختار الفول اللي لونه فاتح، ونبتدي ننضفه. لو في واحدة مكسرة او حاجة تاني مختلفة عن الفول ننضفه، وبعد كده نغسله كويس وننقعه في مية من الحنفية من بالليل لحد الصبح، او من الصبح لحد بالليل. بياخد حوالي 12 ساعة في النقع. بيبقى حجمه بالشكل اللي احنا شايفينه كده تضاعف، والفول بقى معانا كده جاهز للتسوية. عايزة اقول لكم ان انتوا ما تزودوش مدة النقع عن 12 ساعة، علشان القشرة بتاعته لو قعد اكتر من كده هتبقى سميكة، هتشرب من المية وتبقى سميكة. زي ما بنعمل كده الفول النابت، القشرة بتاعت النابت بتبقى سميكة. فاحنا ما نطولش مدة النقع علشان القشرة بتاعته ما تبقاش سميكة، لما نيجي نهرسه واحنا بناكله هنحس ان هي ما اتهرستش كويس. هحتاج هنا كوباية الا ربع من الفول المدشوش، جزراية متوسطة مبشورة، وطماطمية كبيرة مبشورة. هنا الفول المدشوش انا بغسله وبحطه. الفول ده اللي هو بتاع البصارة، هو نفس الفول لكن متشالة القشرة بتاعته. ده بيخلي الفول بتاعي لونه فاتح وجميل وبدون اي الوان صناعية زي المطاعم. يبقى انا حطيت الفول المدشوش وحطيت كمان الجزراية. لو عايزة تنقعي الفول المدشوش مع الفول العادي من بالليل لحد الصبح مفيش اي مشكلة خالص. قلبت الفول مع الجزر والفول المدشوش، وبعد كده هبتدي اسويهم في القدرة. انا بسوي في القدرة، لكن لو مش متاحة عندك تقدري تعملي في الحلة العادية او حلة الضغط بالشكل اللي احنا شايفينه ده. في المطاعم بيحطوا الوان علشان يدوله اللون اللي احنا بنشوفه او بنشتريه بيه. احنا مش بنعمل كده، احنا بنحط حاجات طبيعية ومغذية علشان يدينا نفس اللون وكمان يزيد القيمة الغذائية. هنا حطيت كل الفول في القدرة بالشكل ده، وما زودش الفول عن، يعني ما طلعش الفول لرقبة القدرة اللي هي الجزء اللي فوق دي. اخر حاجة تبقى عندي لحد الحرف اللي انتوا شايفينه ده. حطيت الطماطمية وهحط عصير ليمونة واحط القشر بتاعها. زي ما قلت لكم الطماطم والجزر والفول المدشوش هيدوني قوام او مية الفول التقيلة اللي احنا بنشتريه بيها، تمام، وهيدوني لون حلو قوي بدون اي الوان صناعية. والليمونة هتخلي الفول بتاعي فاتح ومش هيغمق قوي يتأكسد. هنحط كمان معلقة صغيرة من الكركم، وعايزة اقول لكم انها بتدي لون حلو جدا وذهبي وجميل قوي من غير ما تغير طعمه او تبان خالص. فنحط معلقة صغيرة بس ما نكترش عن كده. بعد كده هبتدي احط مية دافية واغطي القدرة بتاعتي واحطها على النار. في الاول هنحطها على نار عالية لحد لما تغلي كويس، وبعد كده نبتدي نهدي النار. يبقى انا نص كيلو فول مدشوش اللي حطيتها، كوباية الا ربع، نص كيلو من الفول المدمس، كوباية الا ربع من الفول المدشوش، جزراية، طماطماية، ليمون، عصير ليمونة بالقشر بتاعها حطيتها، تمام، ومعلقة صغيرة من الكركم. هغطي القدرة وارفعها على نار عالية، وبعد كده ابتدي اهدي النار. هسيبها اقل حاجة 5 أو 6 ساعات. هتقولي لي طب ما هو هيستوي بعد مثلا 3 ساعات. هقولك لا، سيبيه لحد لما يدوب خالص علشان يبقى دايب، واما نيجي نهرسه يبقى زي بتاع المطعم بالظبط. برضو من ضمن الحاجات ان هم بيحطوا حاجات علشان تخليه يستوي بسرعة، ما يقعدش ده كله على النار. احنا بنعمل حاجة طبيعية نضيفة بدون مواد حافظة. طيب في بعض الناس بيقولوا لا، الطماطم والجزر والحاجات دي تخليه يحمض بسرعة، فلا المطاعم ما بتعملش كده. هي فعلا المطاعم مش تعمل كده، لانها تسيب القدرة طول النهار برا التلاجة، لكن احنا بنسويه بناخده ناكل منه والباقي بنحطه في التلاجة. فاحنا بنديله قيمة غذائية وطعم بدون ألوان صناعية وريحة وحاجة أحلى من بتاعة بره بكتير. فما نقلقش خالص هيحمض ليه، يعني احنا في البيت هيحمض ليه.
لكن المطاعم ماشي بيحطوا بقى البدايل حاجات صناعية وألوان وحاجات تساعد على التسوية السريعة علشان ما يبقاش فيه غاز كتير. لكن احنا في البيت بنعمل حاجة نظيفة وحلوة جدا جدا. بصوا المية بتاعته ده لانه الطماطم دابت والفول المدشوش داب والجزر كمان داب. صدقوني صدقوني ريحته وطعمه احلى واطعم من بتاع بره بكتير. تقدري تعملي اي كمية، تمام، وتخزنيه في الفريزر. مهم ان انا مثلا كل ساعة ابص عليه، اذا احتاج مية ازود مية مغلية، ما زودش ابدا ابدا مية باردة. ولو هخزنه هستنى لما يبرد خالص وبعد كده ابتدي اعبيه في الاكياس، ما عبهوش وهو سخن ابدا. ده الفول بدون اي اضافات، انا ما عملتش فيه اي حاجة سواء اللي في المقدمة او ده القوام بتاعه، دي المية بتاعته بدون هرس بدون اي حاجة. اللي خلانا نوصل للقوام ده ان انا اديته مدة تسوية اكتر من ان هو يستوي، لا ده يدوب كمان دوب. وده شكل الفول بدون اي اضافات. جربوه واكتبوا لي في التعليقات، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب اكون افدتكم، واشوفكم في فيديو جديد يا احلى متابعين. باي باي.